5 حاجات لو عرفتها من زمان كانت وفرت عليا سنين وانا بتعلم المونتاج. وفر على نفسك اللي انا خسرته وكمل الفيديو ده للاخر. لما بدات اتعلم مونتاج وانيميشن وتصوير كنت داخل بعشم كبير وشغف اكتر، بس محدش قال لي اني هقع كذا مره في الحفره علشان اتعلم. جربت وفشلت وغلطت وقعت وقمت لحد ما عرفت شويه حاجات غيرت كل حاجه في طريقه تفكيري. دول اهم 5 دروس هتستفيد منهم لو انت مونتير مبتدئ. افهم قبل ما تتعلم، ما تتعلمش الادوات قبل ما تفهم الفكره. ما تبداش ببريمير او افتر افكت او كاب كات حتى، ابدا بفهم الصوره، الايقاع والسرد. لازم تبقى فاهم ان البرنامج عمره ما هيخليك مبدع ولا كرييتيف. اللي هيخليك فعلا مبدع وكرييتيف هي دماغك وطريقه تفكيرك. مش كل حاجه لازم تعجبك في اول نسخه انت شغال عليها. كنت كل مره اخلص فيديو اقعد اعدل عليه بالساعات حرفيا، وده كله ليه؟ علشان مش عاجبني. في احسن، حاسس ان في احسن من كده. الحته دي كانت ممكن تتعمل احسن من كده، القطايه دي كانت ممكن تبقى اجمد من كده، والترانزيشن بتاعها احسن من كده. بس الحقيقه الابداع مش دايما حب من اول نظر. ساعات الشغل الجيد بيبان لما تسيبه كده يستوي على نار هاديه وبعدين ترجع له، زي انك تاخد بريك او تفصل من الشغل اللي انت عملته وبعدين ترجع تبص بعين تانية، هتلاقي عين مختلفة تماما عن اللي كانت في الأول. اعمل مشروع واحد كويس، مش 10 أي كلام. كنت بشتغل على 3-4 مشاريع في نفس الوقت، وللأسف ما كانش فيه ولا واحد فيهم بيظبط. بس لما ركزت على فيديو واحد واشتغلت عليه كويس جدا، حطيته في البورتفوليو بتاعي وجاب لي شغل من 3 أماكن مختلفة. اسمع بس ما تتوه. كل الناس عندها آراء وحابة تنتقد حتى لو مش فاهمة أي حاجة في اللي هي بتنتقده. اللون ده مش حلو، المزيكا دي مش ماشية، الفونت غير الفونت. خد اللي يفيدك وسيب اللي يشتتك. انت اكتر واحد شايف الصورة كاملة. كمل لو حتى كل حاجة جواك بتقول لك وقف. وخلي بالك، اصعب لحظة فعلا في اي رحلة مش البداية. اصعب لحظة فعلا هي اللي بعدها بشوية، لما الشغف يقل والنتائج ما تبقاش ظاهرة. ولو وصلت للحظة دي اعرف انك قربت. كمل بأي شكل وبأي طريقة. الدروس دي أنا دفعت فيها وقت ومجهود وإحباط كبير. أنت دلوقتي عندك شيرت كاتس حقيقي هيسهلوا عليك ويوفروا عليك وقت ومجهود كبير. وما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة علشان ده بيساعدك جدا في انتشار المحتوى.